السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة واحسن حال، اللهم امين. النهارده فيديو جديد وروتين جديد. لو لسه اول مرة بتشوفيني فانا خلود ودي قناتي، اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وطبعا تحياتي للمتابعين حبايبي. بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا. النهارده بقى الفيديو بتاعنا روتين كده خفيف وحلو جدا، ان شاء الله هيعجبكم. عملنا مع بعض كده السينابون، وكمان ونضفنا مع بعض برضو البلكونه. عايزه اقول لكم العجينه بتاعت السينابون دي طالعه هشه وجميله. هقول لكم من الاول على المقادير. المقادير هنا عندنا معلقه سمنه، زبده عفوا، مذابه، وكوبايه لبن، 3 معالق سكر، بضايه بدرجه حراره الغرفه، ولازم تكون المكونات دي بدرجه حراره الغرفه، وكيس من الخميره الفوريه، والدقيق 3 كوبايات دقيق. هتعايري الكوبايه ازاي؟ هتعايريها بالمعلقه، يعني هتحطي دقيق في الكوبايه بالمعلقه، مش هتكبسي الكوبايه وفي الاخر خالص تروحي مسوياه كده. بس هما 3 كوبايات من الدقيق. ممكن تحتاجي على حسب طبعا النوع الدقيق يعني اللي عندك، معلقه دقيق واحده بس. هنا بقى حطيت البضايه على السكر، هقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنزل عليهم بالزبده، برضو هقلبهم كويس، وبعد كده هنزل عليهم باللبن. جربوا بقى الوصفة دي بالمقادير دي، بجد بتطلع حلوة قوي وطرية كده وهشة من جوه. وبعد كده حطيت الخميرة. خلاص كده حطيت المكونات يعتبر السايلة كلها مع بعضها، وبعد كده هنزل عليهم بالدقيق. العجينة دي بتلزق، بس يعني بعد ما بتعجنيها تحطي ايدك فيها بتلزق، بس ما بتلزقش قوي، فاهميني؟ يعني انا حطيت ايدي فيها، طلع فيها شوية تلزيق من العجينة، بس ما بتلزقش قوي. خلي بالكم ان هي بتحتاج تكنيك معين في العجن، ان انتي ما تزوديش دقيق كتير، برضو ما تقلليش دقيق كتير، امشوا بالمقادير بالظبط هتطلع معاكم. السينابون بجد كان تحفة، حاسة ان انا عايزة ادوقها لكم. هنا بقى هنزل عليه كده بالدقيق وهعجنه مع بعض. العجينة يعني عجنتها حوالي 7 دقايق بس، ما بتطولش عن اكتر من كده. انا بحط ايدي فيها، اهم حاجه ان العجينه لمت وما بتلزقش في البوله اللي انتي بتعجني فيها، و... وفي نفس الوقت لما بتحطي ايدك بتلزق على بسيط يعني. بصوا بقى هنا كده انا بحاول ادخل الاول المكونات، وبعد كده يعني هعجنها بايديا. طبعا بقى لو انتي عندك عجان تمام، مفيش اي مشكله. اهو كده بس لميت العجينه زي ما انتوا شايفين كده. دخلت بقى ايديا. عايزه اقول لكم ان انا يعني ماليش في العجين خالص، وبخاف منه وبخاف اعمله. بس الحمد لله كل ما اجي اعمل بيتزا، اعمل اي حاجه فيها معجنات، الحمد لله بتطلع معايا مظبوطه. بس اللي هو وانا باجي اعمله ببقى خايفه بصراحه، بس طلعت شطوره وطلع حلو جدا جدا جدا. هنا بقى بصوا اهو بلم العجينه، شايفين العجينه بتلزق ازاي؟ هتعوز هي عندي معلقه من الدقيق، وخلاص كده مش هزودها تاني. هحاول بقى ان انا المها وهي خلاص اتلمت، ما بتلزقش ابدا في البولة، بس بحط ايديا بتطلع كده شوية تلزيق. بصوا زي ما انتوا شايفين ازاي العجينة هشة وطرية جدا اهو. بصوا شوية تلزيق على خفيف. هسيبها بقى تخمر. طبعا بتسيبيها تخمر قد ايه؟ انا تقريبا سبتها تخمر ساعة الا ربع. غطيتها كويس بالفوطة وسبتها تخمر وتمام. اتضاعفت طبعا، الكمية بتتضاعف. وبعد كده بقى هفردها على الرخامة. بصوا هنا بوريكم قد ايه العجينة طرية. نقلتها بقى في البولة دي تمام. هنقلها بقى في البولة دي وهغطيها. انا برضه بوريكم، مصممة ان انا اوريكم ان العجينة طرية. بعد كده بقى انا خلاص هنا كانت خمرت. طبعا مفضية الرخامة وغسلاها كويس جدا ونشفتها كمان. حطيت كده رشة من الدقيق. بصوا بقى هنا الكمية تضاعفت ازاي. هظبط بقى كده الكاميرا معاكم علشان هلم العجينة وهفردها على الرخامة. وطبعا لازم يعني تفرديها على الرخامة علشان خاطر تعرفي اللي فيها رول كويس. هجيب بقى هنا كده المردنة وهفردها.
اهم حاجه بقى ان انتي تكوني مسويه العجينه، يعني ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه، السمك يكون مظبوط برضو، ده اهم حاجه. انتي طبعا بالنظر هتعرفي تعمليها يعني. هنا بقى انا بفرد العجينه كده. طبعا لسه هي الكميه دي عملت لي 13 واحده من السينابون، علشان كمان انا مش مقطعاها يعني كبيره قوي، انا مقطعاها شويه وسط، فطلعت لي 13 واحده. هنا بقى اهو بصوا كنت فردت كده العجينه، بجد العجينه دي جميله وطريه وحلوه قوي. بعد كده بقى هجيب السكينه، هحاول اني يعني اظبط الحروف، والعجينه اللي هتطلع ديت لميتها تاني مع بعض ورحت فرداها وعملت نفس اللي انا هعمله معاكم دلوقتي. بصوا انا هو عملت كده، ظبطت بقى الحروف بالسكينه اهو. هلم بقى العجينه دي وهرجع افردها تاني، بس هفردها مع نفسي يعني. انا قلت ايه اوريكم اول قطعه كده. طيب عندنا هنا هحشيها ايه؟ طبعا لازم زبده. السينابون لازم زبده، لازم تفرزي زبده على العجينه دي كده كلها. وبعد كده انا مش من محبين القرفه، فبصراحه حطيت حوالي معلقتين من القرفه و3 معالق من الكاكاو الخام. والسكر بقى هيتحط حسب الرغبة. انا بصراحة حطيت معلقتين، مش عايزاها تبقى مسكرة اوفر يعني، لان كمان لسه هنعمل صوص، والصوص دوت هيبقى فيه سكر بودرة، فالدنيا تبقى متوازنة كده. فحطيت معلقتين كبار مع القرفة والكاكاو الخام. انا زي ما قلت لكم ما بحبش القرفة قوي يعني او طعمها قوي، فحطيت معلقتين بس. طبعا انتي لو محبين القرفة خلاص تمام، متحطيش كاكاو خام وحطي قرفة بس. فردت بقى كده الزبدة على العجينة كلها. وهنا بقى زي ما بوريكم كده الخلطة اللي قلتلكم عليها نحشو بيها، هفردها برضو كده على العجينة كلها. الريحة في البيت كانت مليانة كده، ريحة الخبيز في البيت عموما كانت تحفة. والقرفة مع الكاكاو على فكرة عاطية طعم حلو. القرفة يعني متوازنة مع الكاكاو، مفيش طعم القرفة اللي هو زي الزيادة قوي يعني. خلاص بقى كده انا حشيتها كلها. بصوا بقى هنا كده هلمها بالراحة، طبعا نتعامل مع العجينة. انا كنت بزقها كده، طبعا انا مسرعة على الفيديو بس كنت بلفها بالراحة. خلاص بقى هنا كده اتلفت تمام. هقطعها بقى. بصوا انا قطعتها ازاي. هي كده بيبقى فيه خيط يعني مخصوص للحلويات والحاجات ديت، فانا ما كانش عندي، فجبت ايه، جبت الخيط بتاعنا العادي ولفيته كده كذا مرة بحيث ان هو يكون تخين كده بالسمك ده، وقطعتها. هي تقطيعة الخيط افضل بكتير بكتير من تقطيعة السكينة. شلت برضو الزوايد دي، برضو مش هتترمى على فكرة. عملتها مع العجينة وتمام، حرام ما ترموش اي حاجة يعني. دخلتها تاني مع العجينة اللي انا وريتها لكم، اللي شلت القطع بتاعها دي. هنا بقى هقسمها كده على نصين. حاولت برضو ان انا يعني اوازن العجينة. وبعد كده بقى اهو بدخل الخيط علشان تطلع شكلها حلو، يعني تطلع زي ما انتي بتجيبيها من بره بالظبط. قطعيها بالخيط كده زي ما انا عملت. بصوا حاولي بقى دايما يعني، حاولي وانتي بتقطعي تطلعي المقاس كله قد بعضه. انا بوريكي بقى هو الطريقه السهله، حتى لو ما عندكيش الخيط دوت، الخيط ده تمام مشي حاله وقطع لي السيرابون وتمام زي الفل. انا طبعا حاولت ايه ان انا اقطعها كلها قد بعضها. هنا بقى هكمل على فكرة، هنا هنسيبها تخمر تاني، هي مش هتبقى بالحجم الصغير ده، هي هتخمر تاني وهتقلبص كده دلوقتي هتشوفوها برضو. هكمل بقى كده تقطيع. هجيب بقى صينية سواء مربعة مدورة، المتوفر عندك. هتدهنيها برضو زبدة، وهتحطي بقى العجينة ديت، هتحطي السينابون دولت كده جنب بعضه، بس يعني
حاولي تسيبي مسافة شوية. انا هنا اهو بوريكم القالب البايركس بتاعي دهنته زبدة، وهحطه بقى بس مش هلزقه ببعضه لان هو هيخمر فهيلزق في بعضه، واحنا عايزينه يلزق في بعضه عادي. ما تخافيش، هتيجي تطلعي السينابون يعني القطع بتاعتها، ما تخافيش مش هتلزق في بعضها يعني. اهو سبت بقى مسافة كده بحيث لما يخمر ويبقى واخد راحته. هكمل بقى مع بعض باقي. وهنا بقى كنت كملت العجينة التانية، وبرضو هغطيه كده هسيبه يخمر لحد ما تلاقي ان حجمه كبر. اهو بصوا هنا الحجم لسه. بوريكم بقى السينابون، شايفين الفرق؟ اهم حاجة ما تلزقهوش في بعضه. وهيخش الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. هنا كنت خلاص دخلته الفرن. الصوص بتاعه بقى، الصوص زي ما انتوا عايزين، انا عملته بالجبنة والزبدة واللبن البودرة، طلع حلو قوي. انا بحب بصراحة الصوص السينابون الابيض. عايزة بقى انتي تحطي كراميل، عايزة تحطي شوكولاتة، اي صوص انتي عايزاه حطيه. هنا حطيت حوالي 5 قطع جبنة مثلثات، وعليهم معلقة زبدة، معلقة كبيرة من الزبدة. هضربهم مع بعض كويس، وبعد كده هنزل بشوية لبن بصراحة عشان يحركولي المضرب. بس انا يعني كنت عملتهم في الخلاط في الاول، كان اسهل بالنسبة لي ان انا عملت كده وبعد كده حطيته في الخلاط يعني. اهو ضربت بقى هنا كده الزبدة مع الجبنة، وبعد كده هنزل بشوية لبن صغيرين. لو عايزة مثلا ان انتي تكتفي بالزبدة والجبنة دي كده تمام. انا بصراحة حطيت لبن بودرة وحطيت لبن من العادي، وحطيت كمان سكر بودرة. اهم حاجة السكر البودرة عشان الصوص يبقى مسكر، يعني السكر بتاع السينابون كله يبقى مظبوط. حطيت بقى هنا كده شوية لبن، قلت علشان خاطر يمشي كده معايا المضرب، وبرده لا، ما حاسه ان فيه كلاكيع، برضو كلاكيع كده صغيره، فقلت اوفر على نفسي التعب واشغل الخلاط. نزلت هنا بكوبايه من السكر البودرة، كوبايه صغيره مش كوبايه كبيره، يعني كوبايه صغيره من السكر البودرة. هنا برضو كنت بحاول بديله فرصه يمكن يدوب. وكمان بصراحه اللون ما كانش عاجبني، انا كنت هنا لسه ما حطيتش اللبن البودرة، اللون كده ما كانش عاجبني خالص. فلما حطيت اللبن البودرة اللون اتغير، والصوص بجد طالع تحفة. هفضل بقى اضرب فيه شوية كده، وبعد كده هنقله في الخلاط. هوريكم برضو في الخلاط الصوص بقى راح ابيض ازاي وشكله حلو قوي، والطعم كمان حلو. بس هنا بقى كده كنا نقلته في الخلاط، وحطيت له هنا كيس لبن بودرة. اهو بقى اتضرب كويس جدا وما بقاش مكلكع ولا اي حاجة. يعني من الاول وفروا على نفسكم وحطوه في الخلاط على طول. بصوا بقى هنا القوام الصوص، يعني مقادير الصوص دي على الكمية اللي انا عاملاها الحمد لله طلعت مظبوطة تمام. هنا بقى كده كان خمر. انا عملت عفوا الفيديو المقطع اللي فات قلت لكم ان انا حطيته في الفرن، بس لا، ما كانش لسه خمر. بصوا بقى لازق في بعضه وطالع طري. ما تسيبهوش يطول في الفرن اكتر من نص ساعة. انا نزلت بصراحة بالصوص على طول وهو سخن. لو انتوا عايزين الصوص كده يبقى مش ماسك فيه يعني، حطوه ساعة الاكل، بس يعني ساعة ما هتاكلوا حطي الصوص عليه. بس انا بحبه هو سخن كده اكله كمان، وحطيت الصوص عليه وخلاص بقى قلت تمام، احنا كده كده هناكله دلوقتي. بصوا بقى شايفين بجد طعم تحفة، الصوص حلو، المقادير طالعة مظبوطة بالملي، العجينة طرية وحلوة. عايزة اقولكم ان قطعة السينابون دي بقت غالية جدا، وهي اتعملت يعني ما كملتش 50 جنيه مثلا تكلفة. هو بس يعني الزبدة مثلا لو انتي مش عندك زبدة
هي دي بس اللي انت هتجيبيها، لان طبعا مينفعش ابدا يتعمل بالسمنة او بالزيت. بصوا بقى شايفين، اتمنى بقى تعملوا الوصفة وتبعتولي كده تطبيقاتكم. شايفين بقى هنا انا بوريكم اهي القطعة، انا بحب اكله سخن. شايفين الطراوة بجد كان جميل جدا. دخلت بقى كده على البلكونة، قلت هروق معاكم البلكونة برضو، كانت متطربة كده وحاسة ان انا بقالي كتير ما شلتهاش بسبب المادة السوداء اللي بتنزل من النجيلة. ان شاء الله بقى على دخلة الصيف هجيب اللي هو بديل السجاد دوت، يبقى عندي يعني غيار للبلكونة، لان انا ما بحبش البلكونة تكون من غير فرشة. فان شاء الله قلت على الصيف بقى ان شاء الله هجيب كده اللي هو بديل السجاد افرشه في البلكونة كنوع من انواع التغيير، يعني بحيث ان انا لما انضف البلكونة وافرشها الحمد لله تقعد كده نضيفة كام يوم. امال انا مجرد ما انا بفرشها خلاص المادة السوداء نزلت تاني. هكنسها بقى كده معاكم، برضو همسحها، ببقى نفسي اكب مية واعمل اقول كل ده تعبي هيروح على الفاضي، يا دوبك كده ان انا بنزل التراب من عليها وبشفطه كده كويس وبمسحها بالموب بقى العادية وخلاص كده. واصلا كمان الجو اليومين دولت ساقعة وعندنا الدنيا بتشتي، فكنت واقفة متلجة في البلكونة حرفيا. جبت بقى هنا كده المكنسة الكهربائية وبشفط القطعة بتاعة البلكونة دي، هشفطها كده بالمكنسة كويس. وبعد كده برضو هجيب قماشة، بس ما صورتش معاكم، جبت قماشة مبلولة وبرضو نضفتها تاني. وهنا بقى جبت المكنسة بشفط بيها الاماكن اللي مش عارفة اوصلها بالمكنسة العادية. وكمان كنت لميت كده التراب كله مع بعض اهو، وهشفطه برضو بيها. خلاص المكنسة دي بجد ايدي ورجلي في البيت. شفطت التراب اهو تمام، وبعد كده هجيب الموب بقى امسح وافرشها والحمد لله البلكونة بقت نضيفة. بصوا المكنسة بتشفط التراب كلها، بتدخل كده الاماكن اللي انتي ما بتعرفيش تجيبي بيها بالمكنسة العادية. وهنا برضو كان السلك بشفطه برضو بيها. وجبت هنا الموب. بصوا انا الموب دي المرة دي معبيها ايه، معبيها البرسيل اللي هو الجل بتاع الملابس السودا. الكيس ده على فكرة بيتباع بالكيس الصغير. وحطيت كمان معاها شوية كلور الوان، انا بفتكر لكم شوية كلور الالوان والبرسيل الجل اللي هو. اتفرجوا بقى على ريحة النظافة واللمعان بتاع السيراميك بجد. جربوها برضو وقولولي في الكومنتات كده عجبتكم الريحة ولا لا. وعلى فكرة ناس كتير دخلت قالت لي ان المنظف اللي انا كنت جايباه دوت حلو قوي، وحلو كمان في المفروشات وبيغسلوا بيه الهدوم. يعني فعلا جربته في المفرش قطيفة عندي، فعلا خلى ريحة المفرش حلوة قوي والدفاية كمان. فبشكركم ان انتوا رحتوا جبتوه علشان انا قلت لكم عليه يعني. وبرضو هنا البخاخة كنت عاملاها برضو بالبرسيل الجل والكلور الالوان، بنضف بيها بقى كده النجيلة علشان يعني اللون يرجع تاني، اللون الاخضر يرجع تاني. برضو هنا كده الترابيزة هي بتتطرب، يعني حتى لو انا قفلت الستارة الترابيزة برضو والكراسي بتتطرب كده، فبنضفها. وهنا بقى كنت خلصت، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.